الحياة دايما بتعلمنا ان مفيش نهاية لأي شيء، وان النهاية اللي انت بتفكر انها نهاية ربما تكون بداية وانت مش شايف بدايتها منين وهتنتهي فين. بس المهم تعرف هتبتدي ازاي وفين. كنت واخد قرار ان اقضي اللي باقي من عمري في حالة تأمل فوق السطح اللي تحت بيت دكروري، وفي عز تأملي جالي دكروري ومعاه جواب. الجواب كان من منتخب الأرجنتين، وكان نصه كالتالي: السيد سيد دييجو أرماندو أبو حفيظة، تحية طيبة وبعد. يشرفنا أن تنضم إلينا كواحد في صفوف منتخب الأرجنتين للعب في التصفيات المؤهلة بكأس العالم 90 بإيطاليا. طبعا هو السيد أبو حفيظة زي ما انتم عارفين حضراتكم اتولد في الأرجنتين، اتولد في حارة ضرب شكامبا بتاع بيونس آيرس، وهو من صغره كان موهوب ونبغى، وكلنا كنا كل المدربين كانوا بيقول لك هو ده الورقة الرابحة والفرخة اللي هتبيض بيضة ذهب لمنتخب الأرجنتين في بطولات كأس العالم. لكن الحقيقة كان ليه رأي تاني. لما بيتغير المكان بيتغير الإنسان، وإحساس أبو حفيظة بوطنيته وانتمائه لمصر كان أكبر من كل المغريات. كان قراري في لحظتها صائب جدا، وأنبت نفسي كتير إني نسيت إني كلاعب كرة قدم كبير ممكن أخدم بلدي بشكل حلو جدا، بلدي اللي في أمس الحاجة لكفاءة زيي واللي اتربيت وتخنت من خيرها، مصر أم الدنيا. شافش الأمل عيون الولاد وصلايا البلد، ولا شاف العمل ظهران في البلاد والعزم اتولد، ولا شاف النيل في أحضان الشجر، ولا سمع وفعلا عرض سيد نفسه للبيع لأي نادي، لأنه كان لازم يتأيد في أي نادي علشان ينضم للمنتخب، وجات له فرص كتير كان بيفاضل بينها والاختيار كان صعب. جات له 3 عروض تحفة حقيقة، تحفة. إما أنه يحترف في AC بهتيم، أو يحترف في أتليتيكو منوف، أو يعترف في اتحاد الشرطة. أنا كان رأيي يعترف، ملهاش حل. رفضت بالطبع احترف وقتها في أندية صغيرة، لأني كنت شايف إني محتاج كيان كبير علشان يستوعبني. كان لازم واسطة كبيرة في مكان كبير عشان سيد يتعرف وياخد وضعه في يوم من الأيام. الحمد لله وقتها ربنا كرمني وقدرت أجيب له الواسطة دي في أكبر مكان في مصر. وفعلا احترفت أخيرا في استاد القاهرة كحارس مرمى ليلي. قضيت هناك أجمل أيام حياتي. كنت استلم المرمى من شوبير الساعة 12 بالليل، ويجي هو مع المنتخب تاني يوم يستلموا مني الصبح. كنت يوميا بقعد افطر مع المنتخب. كابتن محمود الجوهري كان بيأكلني بإيده في بقه. الاجتهاد كان هو السبيل الوحيد لسيد علشان الكابتن محمود الجوهري يجربه ويشوف مهاراته ويضمه لمنتخب مصر. طبعا كنت روح على طول على الماتش، يعني تخيل ما يهمني انه عجقة وتتفيش ومدري شو، بس تروح هيك مثل تشير ليدرز اعمل له هيك، تخيل. ولا ابو تريكة ولا شيء، يعني سيد ابو حفيظة يعني احسن لعيب كورة. الحقيقة انا قلت الكلام ده لان سيد ابو حفيظة يعني ثقتي فيه امكانياته عالية قوي، وحتى كان قاعد مارادونا شفته وراح المغرب بيعمل له عمل ان رجله تتكسر وانه ما يشوفش الجون، كل ما يشوط كورة
تيجي في المدرب كابتن جوهري. لو تشوف هنا في كوبيبه عند كابتن جوهري، ده من شوط كابتن سيد ابو حفيظ. سيد سيد مهاراته بارزة جدا يميزها أي كلب، غير إنه لاعب خلوق جدا، وعمره كلاعب ما خد كورة من رجل حد ولا بص الكورة في رجل غيره، وكان قنوع والكورة اللي في رجله مش ليه. الله عليك يا سيد، الله. العب يا سيد، رقص يا سيد. وفعلا وافق الكابتن محمود الجوهري على انه يجربني في اكتر من موقع: مساك، ستوبر، راس حربة، حارس مرمى. غير ان لاحظت ان في قوانين كتيرة قوي اتغيرت. يعني على ايامنا ما كانش فيه اوت ولا كان فيه كورنر، كان الواحد يقعد يجري ورا الكرة لحد اخر الدنيا عادي يعني، وما كانش فيه فاولات. صحيح كانت حالات الوفاة كتير، بس دي كانت قمة الامتاع والسسبنس. هو سيد ابو حفيظه كده كابتن الجديد، سيد ابو حفيظه الكوره سيد ابو حفيظه. لان كابتن عمرنا شفنا ضربه جزاء بدماغه كابتن، ما ممكن اي حد يعملها كابتن مش هتخش، لكن هو كابتن جاي كابتن سيد ابو حفيظه كان جاي. بص كابتن يعني عارف لو كان عامل كده ما تخشش جول، ده هو جاي كابتن كده راح جري واو جون يا كابتن بدماغه دخلت في الزاويه البعيده. لعيبه كابتن لعيب. الحقيقه ان سيد ابو حفيظه كان لاعب متميز جدا وفريد من نوعه. وقتها آمن بيا الكابتن محمود الجوهري وشافني جاهز في كل المواقع، لأني كنت بشكل خطورة على الفرقتين والجمهور. أثناء التدريب كنت برقص مجدي عبد الغني، كلت كوبري راح معلق رجلي، وقعت على الأرض وجالي تمزق في الموزة من تحت، ودي كانت صدمة كبيرة قوي. طبعا كان مستحيل ان سيد ابو حفيظ يلعب كرة تاني، لان زي ما انتم عارفين ان اصابات الموز من اخطر الاصابات اللي بتواجه اي لاعب، خصوصا ان الكوارع اتفرتكت من كتر الضرب. الاضطهاد والنفسنة هي اللي خلت سيد ما يلعبش ماتش الجزائر، وكان حزين واضطر انه يبعد عن المنتخب بالرغم ان الكل زعل لما مشي. كابتن الجوهري في المعسكر ما لقاش الكابتن سيد ابو حفيظ، اتجنن غضب زعل، قال اطلعوا وانزلوا وابوا واغتصوا وهاتوا لي سيد ابو حفيظ. ببص كده لقيت مجدي عبد الغني بيعيط. كان لازم يستخبى لحد ما الامور تهدى، وكان محتاج رعاية واهتمام. كانت حالته نفسية في الهيبرة خالص، وبدأ يتصرف بشكل غريب، لكن ما قدرش أبدا إنه يسيب الكورة. وبرغم إن الفريق سافر لإيطاليا من غيري، إلا إن رجلي وقلبي كانوا معاهم، وكنت بخطط لجميع الاحتمالات لأني كنت قلقان عليهم جدا من غيري. لا يمكن لأي مصري هينسى اللي حصل في ماتش هولندا. حصل فيه حاجة غريبة جدا، سر محدش يعرفه إلا أنا وسيد ابو حفيظه ومحمود بكر ومجدي عبد الغني. اليوم اللي قبل الماتش كنت نايم 4-5 ساعات بعد الغدا، وحلمت ان مجدي عبد الغني بيشوط ضربة جزاء وطلعت منه بره الاستاد، وحلمت ان هولنديين بيطلعوا لي لسانهم. قمت من النوم مفزوع، جريت على المطار، لقيت ان مفيش اي طيران لباليرمو. رحت واخد تاكسي وطيران على المنصورة، طيار زراعي صاحبي، حكيت له على الليلة، قال لي تحيا مصر، اركب ورايا. الماتش بدأ وتقدمت هولندا، وفجأة احتسب لنا بينالتي وتصدى لها مجدي عبد الغني، والزمن وقف لانه هيسجل حدث غير عادي. وصلنا بالطيارة فوق الاستاد، وكان مجدي بيستعد علشان يشوط ضربة الجزاء. خلعت الجاكيت بتاعي وعملته باراشوت ونطيت. صحيح الجاكيت طار، ولكني الحمد لله وقعت على النجيلة. وقتها مجدي بصلي وابتسم، قلت له مجدي ركز في البعيدة. جابوا مجدي عبد الغني من ضربة جزاء. هو كان المفروض يسافر مع المنتخب لانه كان بيلعب فترتها كوره، لكن الجوهري ما خدوش. ومع ذلك وطنيته واخلاصه للبلد واخلاصه للمنتخب، لما لقى ضربة الجزاء ركب الطيارة بتاعته وراح نزل في الملعب وهمس في ودن مجدي، قال له في البعيدة، وجه الجول. يعني انتصار كبير. ومع ذلك ما سمعناش ان مثلا هو خرج قال انا جبت الجون، انا السبب، انا يعني هو ميزته ان هو لا يتحدث عن نفسه ابدا. يعني وده رجل نادر انك انت تلاقي راجل بيعطي ولا يريد ان يخش. بالنسبة للسيد ابو حفيظة في كأس العالم سنة 90 كان احد المؤثرين في جون مجدي عبد الغني. يعني لما كان
مجدي عبد الغني لسه بيجهز نفسه عشان يشوط، وعدالة السماعة تنزل على سيد بليرمو، كان نازل سيد ابو حفيظه بالباراشوت كده من الطياره، وهو قال لمجدي ركز وشوطها في الزاويه ديت، فكان احد اسباب جول مجدي عبد الغني فعلا. الحق حق، والشهادة لازم تتقال ولازم العالم كله يعرفها. سبب هذا الجون سيد أبو حفيظة بس، والواحد قالها وأجره على الله. وفي اللحظة دي قررت الاعتزال بعد ما كنت كسبت احترام كل لعيبة العالم، لأن بصراحة ما كنتش هقدر أدي أكتر من اللي اديته، فقررت إن أنا أكون خلف الأضواء جندي مجهول، واحتفظت بسر هدف كاس العالم بيني وبين مجدي عبد الغني، وحلفت محمود بكر ما يجيبش سيرة لحد ويخلي الموضوع ده بيني وبينه. فادت كتير يعني، ما بقى في اصلا كورة مصرية يعني. سيد ابو حفيظة لما اعتزل في كتير ناس انتحروا، خاصة البنات يعني. كيف لما مات عبد الحليم حافظ انتحروا، وقت اعتزل سيد ابو حفيظة في ناس كتير بنات انتحروا، صاروا يكبوا حالهم على الطريق بالشارع. هيك قالولي يعني، كتبوا هيك الجرايد، ما قريت الجرايد والمجلات. وانا في شهر كريم بقول لكابتن حسن شحاتة يا ريت يا ريت يا ريت تضم كابتن سيد ابو حفيظة، لانه لعيب كويس ومهاري وهينفعك في كاس العالم. بص لسمانة رجله اليمين او الشمال، وانا بقول لك كابتن حسن لو سمحت بص لكابتن سيد ابو حفيظة بجد. سيد ابو حفيظه اسطوره.